السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه ديال اليوم. عيش نهار تسمع اخبار. الصراحه هذا الفيديو لاي واحد باغي يشري موتور ولا اي واحد عنده موتور، سواء موتور كبير سواء موتور صغير. هذا الشيء شي حاجه اللي ما خصناش نسكتوا عليها، وهذا الشيء خصو يتبارطاجا. وانا غادي ندير خدمتي وحتى نتوما خصكم ديروا خدمتكم، تخلي لايك وتبارطاجي معك الفيديو، اجي تشوف اشنو كيتسناك. الصراحه نهار على نهار كنلقاو مشاكل ومشاكل كثيره، وهذا الشيء طحت فيه انا وطاحوا فيه ناس اخرين وغيطيحوا فيه حتى الناس اللي جايين. ولكن هذا الشيء حتى لين غاديين فيه. الا بقينا ساكتين على هذا الشيء راه غيبقاو ديما صحاب الدرجات الناريه وهما النقطه الاكثر واضعف في هذا المجتمع. اليوم غادي نعاود لكم على المشكل اللي غطيحوا فيه كاملين من هنا لقدام. والصراحه ما كرهتش هذا المشكل يتحل، لانه واحد المشكل اللي كبير، وهذا المشكل بلا به فراه غنلقاو ديما مشاكل. المهم غادي نعاود لكم بحال الضحك. عيط لي واحد الصديق ديالي اللي هو من الناس اللي متبعين القناه ولات عندي صداقه معاه، قال لي امين بغيت نشري موتور. فشرا موتور وبغينا نديروا الاجراءات، فتكاتبنا في المقاطعه دوزنا الاجراءات عاديه. ولكن هذا هو ماشي المشكل ديالنا، المشكل هو اللي جاي دابا. اجي تعرف اشنو غادي يتسناك. فالصراحه هذا الشيء راه بزاف، هاد الناس كثروا علينا وهاد الناس عيقوا علينا. فمشينا بعد ما سالينا التكاتبه في مقاطعه خصنا نديروا الفحص التقني اللي هي واحد العمليه اجباريه ومفروضه علينا. الصراحه مشينا الفحص التقني المركز تقريبا مع 3 العشيه. مشينا السلام عليكم السلام عليكم، بغينا ندوزوا الفحص التقني للدراجه الناريه. قال لي يا خويا 3 العشيه هذه ما غتوصلكش النوبه وكاين ناس قبل منك. دوزتها عادي وتقبلتها لان فعلا عنده الحق، 3 العشيه ما يمكنش. فقلت ليه يلا نمشيو في حالتنا حتى الغدا ونديروا الاجراءات. فلغد ليه فقنا بحال الصباح بحالنا بحال كاع الناس. مشينا مع 10 الصباح، مشينا لواحد المركز ديال الفحص التقني واحد اخر اللي قريب مني. اول حاجه مشينا حطيت الموتور بعيد، دخلت عنده السلام عليكم السلام عليكم، بغينا نديروا الفحص التقني ديال البيع. قال لي طوموبيل ولا شنو؟ قلت لي لا موتور. قال لي اسمح لي اللي كيدير الفحص التقني ديال الماطر ما كاينش، خارج كونجي. الا بغيتي ترجع من هنا ل 15 يوم فغادي يقدر يكون هنا. وبدا كيدخلني الشك وقلت عادي من حقه، السيد ما كاينش فعادي. وانا نقول ليه ترن اجي نمشيو لواحد الفحص تقني ديما خاوي سبحان الله. فمشينا عنده السلام عليكم السلام عليكم، دخلت عادي مديت ليه شهاده الملكيه، قلت ليه بغينا نديروا الفحص التقني لهذا الموتور ديال البيع. ويقول لي ديريكتومون ما كنديرش الفحص التقني ديال الماطر. قلت ليه ويلي علاش شنو المشكل؟ قال لي ما كنديرهمش. قلت ليه خويا واش عندك شي مذكره ولا شي نوت ما عند وزاره الجيز والنقل كتقول بان هذا المركز ما كيديرش فحص تقني للدرجات الناريه؟ قال لي انا ما بغيتش نديرو. قلت لي لا من حقي دير الفحص التقني. ويقول لي لا ما غاديش ندوز لك فحص تقني. وانا نقول له خويا عطيني شي نوت بانك ما كديرش فحص تقني وديك الساعه مرحبا، ولا كتب لي شي ورقه بانك ما كديرش فحص تقني مرحبا نمشي في حالاتي. وانا نقول له تلفت في الباب اشنو دايرين؟ فحص تقني جميع العربات والمركبات ذات محرك اللي هما طوموبيل واللي هما موتور واللي هما كاميو واللي علاش اخويا ما كدوش الماطر؟ سكت ما جاوبنيش. وانا نقول ليه 2 كلمات. قلت لي خويا حنا عارفين القانون والقانون اللي علينا واللي معانا، من حقك دوزي الفحص التقني، وإلا ما بغيتيش دوز الفحص التقني فراه غندير شكايه لدى موقع شكايه اللي هو ديال الوزاره، وغادي نمشي ندير شكايه لدى وكيل الملك بانك ما باغيش دير المهام الوظيفيه ديالك. عرف شي بحال شي واحد سكتيه وسكت بقى ساكت. قلت لي خويا كنضيعوا غير في الوقت. ويقول لي غنجيك الصراحه. قال لي خويا انا ما كندوزش الماطر، واي واحد كيجي عندي موتور ما كندوزش ليه، ولكن انت من دون الناس غادي ندوز ليه. قلت لي علاش؟ قال لي حيت ما عارف القانون. ويقول لي عرفتي على خويا علاش ما كندوزوش الفحص التقني ديال الماطر؟ قال لي حيت ما فيهم المشاكل، الا مشى قدر الله وطلع داك الموتور مدقوقين فيه نوامر انا اللي غادي نتحمل المسؤوليه. هنا اللي خصنا نعرفوا الدراري بان الفحص التقني واحد المركز اللي دايره وزاره الجيز والنقل في الخدمه ديال المواطن، واللي انا بديك الخدمه كنأدي عليها فلوس، ومن حق اي مركز فحص تقني يدوز ليا لا فيزيت تكنيك. وما كاينش شي واحد يقول لك ما كندوش لا فيزيت. اللي خصنا نعرفوا الاخوان بان الا ما دوش لك الفحص التقني راه عندك حق تتابعه قضائيا، ومن حقك تصور بان ما بغيش يدوز لك الفحص التقني. وهذاك الانسان تقدر تدي عند وكيل الملك وعند وزاره الجيز والنقل عليا باليمين تيديروا لي سحب الرخصه، لان داك الانسان حال داك الفحص التقني في الخدمه ديال المواطن ماشي المواطن في الخدمه ديالو. ولكن خصنا نتفاهموا على واحد القضيه اللي هي من الحوايج المهمه اللي خصنا نعرفوها. الا دوزتي الموتور فحص تقني
وساليتي ودفعتي الوريقات ديالك وقدر الله ومشيتي، واش دوك البوليس قال لك هذا الموتور راه مزور ولا الوريقات ديالو ما مريقلينش، فراه من حقك تابع داك الفحص التقني، لانك خلصتي على واحد الوظيفه وكيتسمى داك لا فيزيت، هو اللي ما كيديرش المهام الوظيفيه ديالو مقاده، وهو اللي كيتحمل المسؤوليه، والناس خرجين تعويض. شحال من واحد غيقول لي لا ما كذا، غنقول لك خويا الا كنتي عارف القانون ودرتي القانون غادي تربحهم. انا بغيت هذا الفيديو تبارطاجا لان هاد الناس طاحوا في دراري بزاف وبزاف تواصلوا معايا على هاد النقطه. اخوان ما كاينش شي واحد كيقول لكم ما كندوزش الفحص التقني الدرجه الناريه، من اي واحد من حقه وتشد النوبه ديالك لانك كتخلص، وهذيك الفحص التقني شي حاجه اللي اجباريه وفارضه علينا وزاره الجيز والنقل، فراه ما نبقاوش نطيحوا من قيمتنا. الا قال لك ما غاديش ندوزو قول ليه عطيني السبب علاش ما غاديش دوز ليا الموطور وشنو المشكل ومن حقي ونكبرها معاه غادا تصغر. واذا كنتي عارف القانون ودويتي قانوني غادي تاخذ حقك. راه العيب هو تبغي تهدر وتخرج شي كلمه ماشي حتى اللي من فمك وتولي تحاسب عليها. فهاد الشيء علاش كنديروا هاد الفيديوهات باش تستافدوا كاملين ونعرفوا اشنو اللي لينا واشنو اللي علينا. ما كاينش شي فيزيت تكنيك في المغرب ترفض ليك بانك دير الفحص التقني. فبارطاجي معك هاد الفيديو وما تنساش بارطاجي مع صحابك، لان هاد الناس ولاو كثار ولاو كيحقروا صاحب الدرجات الناريه، والحقره ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى. انا جي باغي ندير غير القانون ديالي ومن حقك دوز ليا لا فيزيت. فكنت معكم في هذا الفيديو قصير، تحياتي لكم وتحيه الناس عزاز، وما تنساش تورك على ديك لايك.